تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وحضراتكم طيبين. فتة العيد يا حلوين هنعملها بطريقتين، طريقة الكهروية يعني بالصلصة، وطريقة الاسكندرية يعني بالثوم. وانا حبايبي كتير قوي على الصفحة اسكندرانيين، فاحنا مش هنزعل حد. دي اللحمة اللي هستخدمها لحمة بعضن، دي لحمة جملي، واللي يعرفني انا بحب اللحمة الجملي جدا جدا. هستخدم الطريقة العادية في سلقها، مية تسخن جامد وهسقط اللحم فيها، وبعدين هطلع الفوم. المرحلة دي بتتكرر مرتين ثلاثة. وبعد كده هستخدم البوكيه جرنيه العادي جدا اللي موجود في كل بيت، طماطم، بصلايه، فصين توم، قرن فلفل، وجزرايه. ادي الخضار بتاعنا، ورقتين لورا واربع فصوص او خمس فصوص حبهان. اول ما تغلي نوطي عليها ونسيبها تستوي براحتها خالص. شايفين غليت الميه اهي، نوطي بقى ونسيبها. شايفين الشوربه رايقه ازاي؟ طيب ادي العيش بتاعنا، 3 رغيف طراي من العيش اللي احنا بنخزنه في الفريزر، نقطعه كده قطع صغيره عشان يتحمص معانا بسرعه، ومعلقه من الزبده على معلقه من السمنه البلدي، معلقه صغيره، ونقلبهم على بعض وندخلهم في الفرن الرف الاوسط على درجه حراره 180. وهنعمل الرز بقى برز الفته، الرز الابيض الجميل. نص معلقه من السمنه، نص معلقه من الزبده، يسيحوا وننزل عليهم بالرز، نص كيلو رز مغسول ومتصفي. واللي عايز يعرف مش معنى زبده على سمنه يقول لي وانا اقول له في الكومنتات. معلقه من الملح، نقلب كويس جدا لحد بقى ما الرز الميه بتاعت التشطيف فيه تنشف، يعني يبقى متحمص عشان يطلع معانا مفلفل. ونحط ميه سخنه، يبقى تاني تركه عشان الرز يطلع معاك حلو. ميه سخنه، مقدار الميه قد ايه؟ عقله صباع، وتوطي عليه وكده انتهى. الشوربه بتاعتنا استوت، اللحمه بقت زي الفل جميله جدا. حطينا الملح والفلفل الاسود وشكرا كده اللحمه اتسلقت. يلا نعمل التومه بقى بتاعتنا. راس توم كبيره حوالي 15 فص توم، عليهم معلقه من الملح ومعلقه من الكزبره الناشفه. ندقهم كده نطحنهم جامد ونعمل الصلصه. نص معلقه سمنه على شويه زيت كده، ونبتدي نحمر التوم. خلي بالك بقى اوعي التوم يمرر منك هنا عشان ما تضيعيش طعم الفته. بمعنى ان انت تحمريها لما تاخد اللون البينك الجميل. انا بعمل زوم قدامكم، خدت اللون البينك الجميل اهو. هبتدي انزل على طول بالخل. قد ايه خل؟ فنجان من القهوه خل، يعني ربع كوبايه خل. وهنا بقى يا جماعه هنبتدي ناخد جزء من التوم دوت زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، عشان نعمل بيه الطريقه الاسكندراني الجميله، لان الاسكندرانيه بيحبوها بالخل والتوم، ما بيحبوهاش بالصلصه. وحطينا بقى هنا حوالي ربع كيلو طماطم مغسول، وضربناه في الخلاط وصفيناه، وربع كيلو من الطماطم. وهنحط شعره نص معلقه صغيره من السكر عشان الحموضه. وهنا برضو حاجه بتعلي التست قوي، رشه كمون صغيره. وكده الصلصه خلصت او ما تسبك، نبتدي نشتغل بيها. اللحمه بتاعتنا هي طلعت ما شاء الله تبارك الله. بلد هنا سمنه بلدي كده من على الوش، ما احنا بنضحي بقى، وندخلها في الفرن عشان تتحمر. العيش طلع مقرمش وجميل ولونه جميل قوي قوي قوي. ادي الصلصه سبكت. هاخد بقى معلقتين من الصلصه كده، وابتدي اقلب الصلصه بالعيش المتحمص ده عشان العيش ياخد من الصلصه مطون. وهحط نص كوبايه شوربه، انا ما بحبش اعومها قوي يعني. خلاص، وده هنا حسب الرغبه. يبقى هي خدت شوربه مع ايه؟ مع صلصه بتاعه الثوم. وبعدين نزلت بالرز لحد ما بقفل الصينيه بتاعتي، ويبقى شكلها مستوي وجميل زي ما انتوا هتشوفوا بالمنظر دوت. حلو جدا. بعد ما سويتها كده تمام وبقى شكلها جميل قوي كده، هبتدي ارص قطع اللحمه بتاعتي اللي انا شوحتها تحت الفرن. وهاخد بقى